دمشق بلد الياسمين، تشتهر بأماكنها المقدسة كالجوامع والكنائس وشوارعها وأحياؤها التي تعكس لنا في كل جزء من أرضها ثقافات تعود لحضارات من عبق التاريخ، وهذا ما يجعل دمشق من أجمل الأماكن الأثرية للسياحة ولقضاء عطلة أجمل في هذه المدينة التاريخية المليئة بالحضارات العريقة، حيث تحتوي المدينة على أشهر الأماكن الأثرية التي يمكن للسياح التمتع بجمالها وإثراء معلوماتهم بالتعرف على تاريخها. من أشهر الأماكن الأثرية في دمشق حيث يتوسط الجامع الأموي مدينة دمشق القديمة، ويعد رابع أشهر وأجمل المساجد الإسلامية بعد حرمين مكة والمدينة والمسجد الأقصى. شيده الوليد بن عبد الملك عام 705 ميلادي، وأكثر ما يميز الجامع هو سقفه المزين وجدرانه المليئة بالفسيفساء الملونة، كما أنه يعد أول مسجد ظهر فيه المحراب والحمية نتيجة طراز البناء الذي كان يشكل كنيسة يوحنا المعمدان سابقاً. أما مئذنته الشمالية وهي من أقدم مآذنه الثلاث فتعود لعهد الوليد بن عبد الملك، كما استخدمت أيضاً منارة لمدينة دمشق، وكانت ستعمل خلال القرون الوسطى للتأمل والصلاة، ومنها انتشر نموذج المئذنة المربعة إلى سائر أنحاء سوريا وجمال إفريقيا والأندلس.